السلام عليكم. هنعمل مع بعض تحلية في دقايق إن شاء الله تعملوها، سهلة جدا جدا ولذيذة بجد وسريعة، وصدقوني لو عملتوها مرة هتكرروها كتير جدا. هنعمل طبقات المهلبية بشكل بجد حلو قوي وسهلة قوي قوي، ومش هتاخد منكم إن شاء الله أي وقت ولا أي مجهود. وأتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم وتنفذوا الوصفة، ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله. هنا استخدمت 2.5 كوباية من الحليب، الكوبايات الكبيرة بتاعت الشاي اللي انتوا شايفينها. هنحط عليها هنا طبعا السكر في اي حاجة انتوا بتعملوها بيبقى تبع ذوقكم. تحطوا السكر وتدوقوا، ولما توصلوا يعني الكمية اللي انتوا حابينها. تمام، انا هنا حطيت 4 معالق من السكر ومعلقة معلقتين ونص بالظبط من بودرة الكاستر، طبعا يكونوا معالق مليانة. ونقلب كويس، واول لما يدوب الكاستر مع الحليب هننقله على طول على النار. وطبعا النار عندي تكون هادية او يعني متوسطة، ما تبقاش عالية عشان الحليب ما يتحرقش، وعشان اديها اللون الحلو اللي انتوا شفتوه يبقى ظاهر اكتر وقوي شوية. حطيت هنا طرف المعلقة بس من الكركم. ما تقلقوش، ما غيرش في الطعم ولا اي حاجة، هو بس ادى لون قوي، وبصراحة كان لون حلو قوي. حابين تحطوه تمام، قلقانين منه بلاش، بس هو فعلا حلو. اول لما تبقى بالقوام ده هنشيلها على طول وهنقسمها على الكوبايات او الكاسات اللي عندكم. طبعا قسمتها بالتساوي، طلعوا بالظبط 6 بنفس المقدار ده. فبعد ما نقسمها ونوزعها مظبوط هنسيبها تبرد. الموضوع في البلد اللي احنا فيه مش محتاج تلاجة خالص ولا اي حاجة. هنركنها على جنب، وهنعمل طبقة المهلبية العادية. هنجيب هنا 3 كوبايات من الحليب، وبرضو السكر اللي هتستخدموه برضو تبع ذوقكم. انا ضفت حوالي 5 معالق، وهنضيف ليها معلقتين بالظبط من الدقيق مليانين، ومعلقتين مليانين من النشا. طبعا معيار النشا والدقيق ثابت، لكن السكر ممكن يتغير تبع الذوق او تبع رغبتكم فيه. ونقلب النشا مع الدقيق كويس جدا بحيث ان هو يدوب، ما يبقاش فيه اي كتل عندي خالص في اللبن. وهننقله على طول على النار، وبرده زي الكاستر النار ما تبقاش عالية، ونفضل نقلب فيه على طول لغاية لما قوامه يبقى نحس ان هو بقى سميك شوية. ولو ضفتوله هنا قطعة زبدة صغيرة هيدي طعم قوي جدا. انا ضفتها بس برضه للأسف ما اتصورتش بالظبط. معلقة صغيرة من الزبدة كانت بصراحة ادت طعم جميل. مش موجودة الزبدة هتطلع معاكم برضو جميلة ان شاء الله، مش هتفرق في الطعم كتير ولا حاجة. وهنقسمها برضو على الكوبايات، وطبعا يفضل ان يبقى التقسيم ده بالتساوي بحيث ان يبقى الطبقات كلها شبه بعضها. بعد كده هنعمل طبقة من البرتقال، بس مش عايزينها زي المهلبية، عاوزينها زي العصير المركز. هنا كوباية من البرتقال ضفت عليها ربع كوباية من المية، وضفت هنا معلقة كبيرة من الكاستر. وطبعا السكر برضو تبع رغبتكم، ضفت انا حوالي 3 معالق من السكر. طبعا حاولوا تخلوا السكر يبقى متناسق في درجة التحلية مع ال3 طبقات، ما يبقاش زيادة قوي. ونقلب طبعا الكاستر كويس مع البرتقال على البارد، وننقله على النار. وعاوزينه يبقى بالسمك ده كده بعد ما يتحط على النار يبقى زي العصير المركز. وعندي شوية فواكه فراولة وموز، طبعا اي نوع انتوا حابينه موجود عندكم. لو نوع واحد كمان حطوه تمام، مش عايزين فاكهة خالص مش مشكلة، بس هي فعلا فرقت في الطعم. وطبعا هنوزع العصير المركز بتاع البرتقال اللي احنا عملناه، ونغطي بيه الفاكهة كويس جدا بحيث ان الموز كمان ما يسودش معانا ولا يتغير طعمه. وما تقلقوش من طعم البرتقال، بجد كان حلو جدا مع المهلبية والكاستر، فعلا كان لذيذ فعلا. ما تقلقوش من البرتقال، لو انتوا حابين تبدلوه بمانجا او فراولة يكون تمام، بأي حاجة انتوا حابينها. الشيء اللي انتوا دايما بتحبوا طعمه استخدموه، وبجد بجد طعمها حلو قوي قوي. مش محتاجة طبعا تحط في التلاجة، الجو بارد دلوقتي، هتسيبوها بس لغاية لما تبرد معاكم، وهتاكلوها صحة وعافية ان شاء الله.
صدقوني لو جربتوها مرة بجد هتعملوها كتير، سهلة وتستاهل انها فعلا تتعمل، وطعمها كمان حلو قوي، ولو في ضيوف طبعا يبقى شكلها شيك جدا للتقديم. جربوها ووعد مني ان انتوا فعلا مش تندموا ان شاء الله. والاخت اللي كانت طلبت مني المهلبية، اتمنى ان الفيديو يكون عجبها ويكون عجبكم كلكم ان شاء الله، واتمنى اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل، ودمتم جميعا في امان الله. مع السلامة.